التذكره ديت بخصم 50 جنيه. الناس بتاخدها في المسابقه عشان لما يجوا مره تانية تعمل لهم خصم 50 جنيه. اما اي حد هيجي عندنا هنا تبع الاستاذ محمود برنامج كده رضا ويقول لنا هياخد التذكره دي عشان لما يجي لنا تاني يجي ينورنا. دي محبه للاستاذ محمود والكورن برنامج كده رضا. الحر اللي احنا فيه ده قلنا نيجي ونقضي يوم في واحده من اكبر الاكوا بارك اللي موجوده في الجيزه هنا في ستار ووتر. تخيلوا يا جماعه بكام بقى اليوم هنا في كرداسه. هتيجي تقضي يومك بين حمامات سباحه وكمان اكوا بارك، كل ده ب 130 جنيه ده للكبار اهم. دي التذكره ب 130 جنيه. اما الاطفال بقى ايوه ب 100 جنيه. يعني انت تخيل كده هتيجي تقطع التيكت ب 130 جنيه اللي قدامك دي اهي، شايفين اهي دي التذكره بتاعتها. هتيجي هتديها للناس اللي زي الفل دي، وبعد كده خلاص بعد كده هتيجي بقى طبعا هتبدا تدخل ايه هنا. اول ما تدخل بقى انت هنا تدخل بقى انت قدامك بقى انت ماشي بقى انت تلاقي بقى ايه اكتر من لوكيشن تصوير. بعد كده تبدا بقى ايه تدخل على الكراسي. خد بالك احنا بنصور النهارده وسط الاسبوع فهتلاقي الدنيا رايقه شويتين. يعني بص الدنيا رايقه حبه، انما لو جيت يوم ويك اند هتلاقي طبيعي الدنيا زحمه. واهم حاجه لما تيجي هنا هتلاقي مستر هشام الراجل الجميل ده. اول ما بتيجي ده مش مبالغه والله هيقعدك والراجل راجل ذوق جدا وراجل قمه في الجمال. قول له بس انا عايز اقعد في حته رايقه هيقعدك وهيظبط لك الدنيا. واي استفسار الناس هنا متعاونه. تعالوا بقى كده ناخد جوله في قلب المكان. احنا هنا موجودين في كرداسه. كرداسه قريبه من محطه مترو جامعه القاهره. جيت هنا هتلاقي ايه طبعا زي ما انت شايف في مقاعد كتير جدا زي ما انت شايف. براحتك بقى انت واسرتك هتيجي بقى تقعد هنا. بس طبعا هو هنا الحقيقه في فصل ما بين الرجاله، يعني في حاجات للسيدات مثلا ده حمام سباحه للسيدات ومعاهم اطفالهم لحد سن 12 سنه. الطبيعي ان الاكوا بارك دي بتبقى شغاله، يعني دي شغاله، ولكن هم دلوقتي احنا اتكلمنا دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه تقريبا 2 الظهر، فبيبقى مدينا ايه بالظبط يعني ربع ساعه كده ولا حاجه وهتبدا ان هي تشتغل تاني. طب تعالوا بقى كده نكمل. فطبعا دي حاجات بتبقى مخصصه للسيدات، دي بقى مخصصه تماما للسيدات. يعني بصوا اهي المكان ده مخصص تماما للسيدات، مفيش رجاله اطلاقا. تدخل هنا ده مكان مخصص للاطفال. تعالوا بقى كده اطفال بس خلاص. كمان في زي ما انتم شايفين مطعم، في مكان الايس كريم، في كافيه، في كل حاجه. في كمان مطعم زي ما انتم شايفين اهو، مطعم تقدر ان انت تاكل. بالمناسبه ينفع تيجي هنا ويبقى معاك اكلك، يعني مفيش اي مشكله خالص في حته الاكل. تمام. تعالوا بقى كده نمشي في قلب المكان. طيب ده مكان مخصص للاطفال وكمان الرجال اللي معاهم بنات لغايه سن 12 سنه. تعالوا بقى ندخل بقى لكوز الشباب. في بقى العاب اللي هي الفي ار موجوده برده اهي، تقعد هنا وتعيش. كمان في اللي هي لعبه القوه خلاص، ولعبه اللي هي البوكسنج والسرعه زي ما انتم عارفينها يعني. طيب تعالوا كده نكمل بقى على الاكوا بارك. يعني في طبعا فرق انقاذ بتبعد الشباب عندك ما شاء الله. برده اهو ده مكان للطلوع للاكوا بارك طبعا بالدور عشان مفيش حد يعور التاني اهو زي ما انتم شايفين. احساس يا جماعه دي وتش ما فيهاش اتغرقنا. طيب بصوا اهو كمان في السجاده اللي بتشتغل برده في وقتات كده معينه على اخر النهار. وده طبعا احنا بنتكلم دلوقتي الساعه 2 الظهر، فطبيعي تلاقي الدنيا زحمه. خليك يعني ناصح، ولو هتيجي خليك في وسط الاسبوع تجنب يوم زي يوم الجمعه. بعد انتهاء اليوم هنا بيعملوا بقى حركه حلوه قوي اللي هو بيبداوا ان هم يوزعوا جوائز وكروت للناس كهدايا. بيسالوهم مراوح بقى، وكان السنه اللي فاتت كانوا بيوزعوا قطع ذهبيه كده صغيره، وكمان باجهزه كهربائيه كروت كده ان انت تيجي بعد كده لو انت جيت الاكوا بارك هتاخد تخفيض. برضو من ضمن الحاجات الحلوه هنا مواصلاتها سهله. هتركب المترو وتنزل محطه جامعه القاهره، ومن هناك هتاخد اي ميكروباص رايح كرداسه. تمام. ومن هناك هتقول ايه انا عايز تروح الاكوا بارك، اي مواصله هتجيبك لحد هنا. وخد بالك احنا بنتكلم الميكروباص ب 10 جنيه من محطه مترو جامعه القاهره. برضو في شارع فيصل، اخر شارع فيصل في الموقف الجديد، بيركب من جوه كرداسه المنصوريه مش المريطيه، وبينزل يعني محطه ستار ووتر ناشد. كنا عايزين بقى نقول لهم بقى لو في تخفيض ولا حاجه لينا بقى، يعني اسم كده رضا. طلبنا تخفيض من صاحب ستار ووتر الحاج محمد عيسى
وبصراحه بمجرد ما انا قلت له محتاجين تخفيض لاي حد يجي هنا ويقول انا طرف محمود رضا او كده رضا، برنامج كده رضا، هياخد تخفيض. وطبعا الراجل ما تاخرش خالص بمجرد ما احنا عرضنا عليه العرض، عشان بقى ايه تفاصيل العرض هو هيقول لكم كل حاجه بنفسه. حاج محمد، ازيك يا استاذ محمود؟ انت نورتنا وشرفتنا وكترتنا. الاستاذ محمود اخ قبل اي حاجه، بيحب يجي عندنا، هو بيحب يجي عندنا بالحب. فعشان خاطر الحب بتاع الاستاذ محمود وخاطر برنامج كده رضا، فاحنا هنعمل معاه حاجه جميله. احنا كل يوم بنحب نعمل مسابقات، وكل يوم بنكسب ناس في بوكيهات ورد، ذهب، اجهزه كهربائيه. والتذكره ديت بخصم 50 جنيه، الناس بتاخدها في المسابقه عشان لما يجوا مره تانية يتعمل لهم خصم 50 جنيه. اما اي حد هيجي عندنا هنا تبع الاستاذ محمود برنامج كده رضا ويقول لنا، هياخد التذكره دي عشان لما يجي لنا تاني يجي ينورنا. دي محبه الاستاذ محمود من كورن برنامج كده رضا.